انت عمرك ما دعيتي لي في حياتك. يا رب يا احمد تاكل. يا رب احمد مش عايز اكل والله انا شبعان. بصوا بقى يا جماعه، عايزه اقول لكم انا بره اشتريت ايه. جبت الباميه دي 30 جنيه. هيشوفوا الباميه ازاي والعيش محطوط. الباميه دي ب 30 جنيه. هبقى انبعها كده واخزنها. شيل ايدك من على خدك. انت يا ستي ايه عكرت. معاه. امال هو نازل يحدث ايه؟ يحدث نفسه. لازم جوزي نازل يحدث نفسه. عايزه اقول لكم شرب القهوه وساب لي الطفل. ايه ده؟ هو بقول لك ايه، اقسم بالله حرام. بص كان قبل الكاميرا كان عامل كده. عامل ازاي؟ كده. بقول لك دخلت حالا، دخلت امبارح اول امبارح دخلت بقى دخل الاوضه عادي وهو مش قاعد فيه. فلقيت الاوضه ثلج. بيقول لي اصل انا سايب التكييف شغال عشان لما اخش يبقى الجو عندي رطب. هو كده بيتكلم لوحده. امي كانت بتعملها كده. انا ما اعرفش طريقه ثانيه. المهم طبعا رايحه زفته وزي ما انا قلت لكم كملوا معايا الفيديو لاخر الفيديو ان شاء الله يعجبكم. السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ صلوا على النبي يا جماعه عليه افضل الصلاه والسلام. حطوا لايك للفيديو، واللي مش مشترك في القناه ينزل يشترك ويفعل علامه الكل عشان يوصلوا كل جديد. زي ما انتم شايفين كده انا لابسه ونازله. عايزه اقول لكم حصل النهارده حته دين موقف. مش موقف، احنا امبارح، مش امبارح، احنا جايين الصبح. يعني جايين الصبح. المهم يا جماعه عايزه اقول لكم اما جينا من بره حوالي الساعه 6 الصبح قلنا ايه نبص على الكارت بتاع الايه بتاع الكهرباء. لقينا الكارت فيه 6 جنيه. طبعا امبارح كان الخميس والنهارده الجمعه. المهم ايه قلت لمازن الكارت دلوقتي، ومازن بص على الكارت. لقى الكارت يا جماعه اللي هو العداد تحت في المدخل. لقى العداد بيدي اشاره ايه لمبه حمراء، افصل ايد افصل ايد افصل ايد. المهم قلت له يا مازن طب يلا يا مازن ناخد الكارت ونروح نشحنه ونحطه ونطلع بقى ننام ونبرطح براحتنا. ابص يا جماعه مازن يدخل الكارت. طبعا الكارت مش بتاعنا، مش بيخش كده. الكارت بتحط هو شريحه كده بتحطيه بيقوم عامل تك وخلاص. ايه من اللي هو التاتش كده مش بيخش. بتاع القاهره كارت القاهره بيخش كده. اما الكارت اللي هو الجديد معرفش كارت جديد ولا قديم. المهم بنعمله كده بيدينا ايه تش. المهم ده ولا عمل تش ولا عمل حاجه. المهم قلت لمازن طب يلا يا مازن ناخده ايه نوديه للراجل نشحنه. رحنا للراجل عشان يشحنه يا جماعه. الراجل قال لنا لازما يتحدث من شركه الكهرباء. عليكوا وعلى اللي حصل لي. نروح شركه الكهرباء اللي هو يوم الجمعه الصبح اللي هو النهارده الصبح. ندننا واقفين مفيش غير كلاب حوالين والشوارع بصوا بقى فاضيه والشركه فاضيه والناس فاضيه. طب احنا هنعمل ايه؟ هنسوي ايه؟ المهم قلت له بقول لك ايه يا مازن تعالى نروح نقعد نبات النهارده في شقه ايه متغمر. فبيني وبينكم احنا بقالنا ايه ما عدناش بنروح هناك وانا خلاص خدت على الشقه هنا. المهم قلت له بقول لك احنا هنسلمها. كتبت بقى على الفيسبوك قلت لهم يا جماعه حصل 1 2 3. فلقيت الناس كتير ادتني تعليقات وقالت لي ايه يا ام جنى السيستم بتاع الشركه بتاعت الكهرباء عمر الكهرباء ما بتقطع يوم الجمعه. حتى لو الكارت خلص هم بيسيبوا لك الكهرباء وبعد كده لما بتشحني بيسحبوا ايه من الرصيد وكده بعد كده. المهم انا قلت لمازن بقول لك ايه يلا يا اخويا نطلع ننام عشان نصحى نشوف ورانا ايه. وبعد كده واحنا وحظنا هننام. النور قطع علينا كان بينا، النور ما قطعش برضو كان بينا. المهم طبعا الحمد لله احمدك واشكر فضلك يا رب ديمها عليا نعمه واحفظها من الزوال يا رب. احمدك واشكر فضلك يا رب. والله كل حاجه يا ولاد بصوا ببركه ربنا ماشيه ببركه ربنا سبحان الله. عايزه اقول لكم لغايه دلوقتي انا قاعده لسه ما نزلتش. انا المفروض نازلين ومعانا كارت الكهرباء. كارت الكهرباء هو هناخده بقى ونروح نشوف يا في كهرباء متغمر يا في كهرباء زفته. شركه الكهرباء انهي فاتحه ونحدث الايه ونحدث الكارت ونشحنه فلوس ونحطه. عايزه اقول لكم لدرجه انا امبارح اتخانقت مع مازن ومع العيال قلت لهم بقول ما حدش عاد يقيد لي تكييفات الصاله. ما انت عمالين تقولوا لي ايدي التكييفات يا ام جنى. انت مستخسره في عيالك التكييفات يا ام جنى. والله يا جماعه ما مستخسره. عايزه اقول لكم حتى السخان الواد المنيل على عينه اللي اسمه ريان بيخش يستحمى بيحمل الحمام كله معاه. احنا قايدين السخان عشان نستحمى نستحمى. ابص الاقي ريان الحمام كله غرقان ميه ويملى لي بقى البانيو ميه. ايه
شاور يستحمى يا جماعه، ياخد شاور. ابص الاقي الواد ريان الميه السخنه بيهدر فيها. قلت لهم بعد كده احنا متعودين نستحمى ايه؟ استحموا بميه ساقعه، محدش عادي يدي السخان. هتقولوا لي ليه يا ام جانا حرام عليكي؟ ما هو ربنا مديني يا جماعه، بس ما اتحط في موقف ان انا عايزه اشحن ومعايا فلوس ان انا اشحن وما اعرفش اشحن الا لما الكارت يتحدث. هتقولوا لي تحديث يعني ايه يا ام جانا؟ لان في ناس كتير ما تعرفش يعني ايه تحديث. انا اتبهدلت امبارح وهي عماله ايه. المهم الحمد لله. هاخدكم بقى ونخرج كده نشتري شويه حاجات ونروح نحدث الكارت بتاعنا ونشوف الدنيا فيها ايه. شوفوا مازن انت مازن هيأخرني. يا نهار احوس، مازن جوزي وقع له كوبايه القهوه. وقعت يا مازن قهوه؟ وقعت والله. وبتعمل قهوه جديده؟ هعمل واحده في سنه. يرضيكوا كده يا جماعه، انا الراجل ده هيموتنا ناقصه عمر. ماليش نصيب فيه. الراجل ده هيموتنا ناقصه عمر. اموت واعرف. ماليش ايوه بصوا بقى، هتبقى سبب ماركو قهوه مازن. كل اللي نفسه في كوبايه قهوه بصوا مالكش نصيب. هات كوبايه ورق، هات كوبايه ورق عشان ناخدها واحنا في العربيه بتاعتي. طب هناخد دي معانا برضو في العربيه. بصوا ميزه الكنكه دي ده في ثانيه بالصلاه على النبي. يلا هناخدها معانا بقى واحنا نازلين. خدي يا جنى اشطفي دي الاول، اشطفي بقى دي. بصوا يلا يا مازن، قهوتك معايا، مطوطك في ايدك، كراستك في كلموا احمد مازن ومازن وريان. يلا يا مازن عشان خاطر الوقت بيضيع مننا. طفيتوا التكييف اللي في الاوضه؟ لا يلا بس يلا يا جماعه بقى، تعالوا معانا نشوف الدنيا فيها ايه وهنشتري شويه حاجات كده. يلا ما تنسوش اللايك فيها ده تكميله. ما تنزلش ليه؟ والله احلى حاجه عايزه اقول لكم. بصوا مازن شدد الباب. القهوه شد القهوه، هات قهوتك. بصوا يا جماعه مازن واخد لابس الكوتشي واخد الشبشب في الكيس. مازن بقى يا اولاد هينزل يشحن يحدث لنا الكارت، ينشط يحدثه. حدثه. في ناس كمان اهي. احنا دلوقتي حوالي الساعه كام؟ الساعه دلوقتي 7:15. احنا قدام شركه الكهرباء اللي في دقدوس على الكوبري. يا رب بس يلاقي حد. هو في ناس تحت هم، تقريبا برضو يعني نفس المشكله بتاعتنا. مشكله ان الواحد يتعب. عايزه اقول لكم يا جماعه بصوا انا ما بحبش ولا الواحد يتعب في يوم. ما هو بص كل حاجه بايد ربنا. بس بيبقى يوم الجمعه دوت الناس كلها بتبقى قافله، دكاتره قافلين. يا موسى هو ابوه دخل قال لي بواب على فكره باين بيحدثوا. طب كويس. طب كان قال له كمان بالمره يشحن يا احمد الكارت. انزل قول له اشحن الكارت بالمره. الكارت يشحنه، ما هو يحدثه ويشحنه بالمره. انزل شيل ايدك من على خدك. انت يا ستي ايه عكرت معاه. امال هو نازل يحدث ايه؟ يحدث نفسه. مازن جوزي نازل يحدث نفسه. عايزه اقول لكم شرب القهوه وساب لي الطفل. مالك يا ريان؟ عايزه اجيب شماعات لهدومي بس. طبعا انتوا عارفين يا جماعه ان انا عامله دريسنج ليا. الدريسنج يعني شماعات. فانا بيني وبينكم هدومي دايما كانت مرميه في الارض. مفيش اتيكيت. فانا عايزه اقول لكم ان انا راح اشتري شماعات ليا اللي هيخش اوضتي ويحط هدومه على شماعاتي هنفخ امه. هنفخ ايه؟ امني انن اخر العنقود سكر. ريان ما عادش اخر العنقود يا ولاد، في عنقود تاني جاي. في عنقود وعنقود. بيقول بيحدث يا احمد. احمد جاي بيقول لكم بيحدث. بالصلاه على النبي، بالصلاه على النبي. ايه شوف احمد لابس اسود، احمد لابس اسود. الناس كلها بتقول لي عيالك بيلبسوا اسود ليه؟ طب جنى لابسه النهارده، بس جنى لابسه طرحه سودا برضه، وريان لابس اسود. طب انت لابس اسود ليه؟ طب امك لابسه اسود ليه؟ هو مازن ابوك برضه لابس؟ لا مازن جوزي لابس اصفر. في ناس بتقول لي ايه هو التيشيرت اللي مازن لابسه مش ده كان ريان لابسه؟ هو ريان قلع التيشيرت ومازن لبسه. عايزه اقول لكم ان هو في تيشيرتين في 3 تيشيرتات منه. المفروض ابقى اعمل لكم فيديو. والله لا في واحد كمان اصفر. في 3. في واحد ابيض. طيب مش مشكله. يلا يا قلب امك خش اقعد في التكييف. احمد بيتكسف بقى يا جماعه. يلا بقى نقفل بقى عشان احمد ابني بيتكسف. ده اسكت العربيه 92. احنا عايزين كمان نشحن بنغاز بنزين. والله. بصوا بقى دوت زفته ومتغمر يا ولاد. بصوا عايزه اقول لكم اهوت الواد رايح يلعب كوره. هتشوفونا الصلاه على النبي. يلا امشي يا بنت الله. احنا بنصور يا ماشي. صور يا واد احمد. شفتوا يا ولاد زفته ومتغمر حلوه ازاي؟ الاثنين احلى من بعض بيني وبينكم. الواد
ايه انت بتجيب عليا بتورم مناخيري؟ انت بتورم مناخيري عايز تجيب الغلط عليا؟ خلاص خلاص مازن شحن ب 300 جنيه جبرنا. مازن جوزي شحن ب 300 جنيه وحدث البتاع. بصوا بقى الكوبري ما تيجي يا عم الحاج شويه، عدي يا مازن بس قدامك اهي. احنا اللي نحاسب زيك يا قلبي. المهم يا اولاد بصوا طريق رايح وطريق جاي ما بين زفته ومتغمر زي ما انتم شايفين كده، بس بالصلاه على النبي بالصلاه على النبي. شفتوا كل ده مستنييننا احنا مش مستنيين، احنا مستنيين الدور، وكل واحد ليه دوره. ما احنا برضو ساعات ما بنبقى جايين بنستنى كده وبنقعد بالفتره طويله يعني. المهم طبعا رايحه زفته وزي ما انا قلت لكم كملوا معايا الفيديو لاخر الفيديو ان شاء الله يعجبكم. هجيب شويه شماعات كده ليا، شماعات الفيديو كله هيبقى عباره عن شماعات. لا يعني هجيب شويه حاجات ليا برضو يا جماعه، ليا انا بس. واخد بالك يا مازن؟ انت بقى يا مازن ما تبقاش تستعمل شماعات. يا نهار ابيض حاسب التوت وداخل فينا ازاي؟ هي النصيبه دي يا اخويا جنبك مرايه. حرامي يا ابني، يا ابني حرام هتموتونا يا ابني. يلا يا ابني. بصوا بقى انا جيت من بره، عندي اكل، عندي طبق ملوخيه سخنته، وعندي شويه رز وحته فرخه وعندي شوربه. طب انت استنى بس، وعندي مخ كده هعمله ببيض هقول لكم. وهنا جانا بطنها توجعها، مش معدتها وجعها تقريبا من التكييف. تعالى الناحيه دي يا ابني كده، معدتها وجعها من التكييف فقالت لي انا اكل بطاطس يا ماما. ماشي هعمل بقى ايه جنب الملوخيه هقول لكم. صلوا بس على النبي كده عليه افضل الصلاه والسلام. هعمل جنب الملوخيه كنت جايبه بتنجان للمحشي. انت جايبه يا احمد ولا مش جايبه؟ نقيت منه شويه بتنجان كده. سلام عليكم يا حاج. حيت امك. المهم هاخد منهم شويه بتنجان، اعمل منهم بتنجان كده بالدقه. ماشي واقول لكم جبت ايه من بره. اشرب بس بق ميه. انا اللي ملهولك، ادعي لي بقى، ادعي لي. طيب فضل ونعمه من عند ربنا الحمد لله. انت عمرك ما دعيتي لي في حياتك. يا رب يا احمد تاكل. يا رب احمد مش عايز اكل والله انا شبعان. بصوا بقى يا جماعه عايزه اقول لكم انا بره اشتريت ايه. جبت الباميه دي 30 جنيه. هيشوفوا الباميه ازاي والعيش محطوط. الباميه دي ب 30 جنيه. هبقى انبعها كده واخزنها. ماشي كيلو ب 30 جنيه عشان بتعمل شغل على صغيره. عشان بتعمل شغل عالي في الشتاء. ماشي يا اختي. وجبت هنا العنب ده الكيلو ب 40 جنيه. جبت 2 كيلو عنب. بصوا عامل العنب عامل ازاي. ولا يا ريان بصوا العنب ده الكيلو ب 40 جنيه. جبت 2 كيلو ب 80 جنيه. قلت اجيبه جلوكوز ارطب على مراوحي. والطماطم دي بصوا اختي. بصوا يا جماعه الطماطم دي جايباها للمحشي. هي مش درجه اولى، درجه ثانيه. لان عندي الدرجه الثانيه كنت جايباها ب 12 جنيه ونص، جايبه 2 كيلو ب 25 جنيه. دي الكيلو ب 10 جنيه. جبت 4 كيلو ب 40 جنيه هعمل منها محشي. املي لي كوبايه ميه يا ريان. ده كداب بقى الماليه. ريان بيحاسب لي على كوبايه الميه الاولانيه. بصوا جبنا بقى كمان عشان هناكل النهارده فسيخ. لا هناكل ملوخيه وهنعمل مخ زهره برضه. بس انا عارفه احمد ده هيكرهنا في التصوير. لا مش هجرب. جايبه يا جماعه هعمل النهارده مش قلت لكم هبصوا جينا هتعمل بطاطس وانا هحمر البتنجان ده. هاتي يا جنى السكرين اللي معاكي كده يا جنى. هاتي يا جنى. بصوا هنعمل ايه. هقطع بقى وجبنا عيش ملدي. بصوا العيش الملدي ما ساعه ها. بس بطنه مغصت. الواد احمد شكله باصص لي يا اختي في اللون. هتعملي بتنجان مسقعه؟ لا هعمل بتنجان. ايوه بدقه. طب ما هو ده اللي بقوله. بدقه اللي هو اللي زي بتاع بره. يا نهار ابيض. وبقيه البتاع ده هبقى اعمله محشي. اعمل محشي بقى نكتب محشي. انا مش عارف اصور ومتوتر ومش عارف بقى في ايه. متوتر من ايه؟ وانت اللي بتصور ولا انا اللي بصور؟ لا الجو حر وانت ما بتشغليش تكييفات وعمالنا نمسحها في وحياة امك يا مازن تعالى اتفرج. احمد ابنك بيقول مش مشغله التكييفات. انا اكتر واحده انا الوحيده اللي شغلت التكييفات لغايه ما الكارت عايز يتحدث. بيقول ايه؟ وبقينا شريحه رابعه. بقينا حالا احنا بنحط حالا حاطين حالا. بيقول ايه؟ بيقول لي ما بتشغليش تكييفات. مين اللي ما بيشغلش؟ ارجع بقى كده واحده ابوك او نظرت ابوك ايه؟ ده انا دخلت عليك مره. ايه ده هو قاعد بقول لك ايه اقسم بالله حالا بص كان قبل الكاميرا كان عامل كده. عامل ازاي؟ كده. لا بقول لك دخلت حالا دخلت امبارح اول امبارح
دخلت بقعد دخل الاوضه عادي وهو مش قاعد فيها. فلقيت الاوضه تلج، بيقول لي اصل انا سايب التكييف شغال عشان لما اخش يبقى الجو عندي رطب. رطب عمال على بطال. والله العظيم يا جماعه الشريحه درجه 4 والله العظيم، حتى حاله ان الكارت 300 عقبال شريحه 7 والله عقبال شريحه 7. دخلني شريحه، ده كملناش ما كملناش اسبوعين ودخلني شريحه 4. طبعا الاستاذ ريان بيخش الحمام بيشفط الموتور. لا بنبقى مشغلين السخان. استاذ ريان بقى بيعمل ايه؟ الناصح ابن الناصحه بياخد الميه السخنه بيمسك الشربيه كده كانه خلي بالك ده قبل كده دخلت لقيت اللندا اللي فوق متغرقه. وانا ما انا قايل لابوك امبارح الصبح عارفه؟ لو حاجه فرقعت او حاجه لمست جوه عارف بسبب. بصي ساعات ممكن يضرب على الفيش، خلي بالك. انا هعمل ايه بس؟ اعمل ايه في ابوك؟ ايزي ليه؟ وخلاص انا بفتح البتنجانه كده يا جماعه، بفتح البتنجانيه كده واعمل لها دقه بقى من الدقه اللي هي بتاعت السمك. انا حافظه. واعمل جنبها ملوخيه. هي في ملوخيه انا مش هاكل، انا عامل دايت. في ملوخيه. تقولي ده اي طبق اي طبق اي طبق من عندك. طبق الاستانلس ده بقول لك يا بص احمره بقى. بص كده وايدي لي العين ريح قفل بقي. طبعا يا جماعه السوق لقيت المحلات ان شاء الله بقى بتبقى شماعات ميديا. شماعات ايه كده 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 يا قلبي يا حته مني كل حاجه حلوه بيا. هتقولوا لي يا ام شنب انت بقى لحتيش الهدوم ليه؟ هقول لكم عشان خارجه تاني. خارجين رايحين الشقه الثانيه نجيب الديب فريزر ونجيب حاجات. ماشي بصوا تعالي انت بقى كده يا جوجي. ايوه انت كده اكتب البوتاجاز. طب ما تدي الناس ما وشك هم خدوا من قفاك. تعالى بس انت محنياتي هحمر انا الباذنجان. تعمل لك ايه؟ مفيش بيض. يبقى كل معاه عشان بطاطس بملوخيه وهعمل مخ بالبيض. في رز بملوخيه. لا كان ابوكوا انا هسيب له البيت وامشي. مش لازم ما تاكلش يا ريان. بيقول لي مش هاكل يا اختي. مش هاكل. خد يلا. وهنعمل ايه؟ هيبقى خد تعالى. خد تعالى. انا هحمر الباذنجان. اعملوا. هتحط لي كده البطاطس؟ هات لي يا جنى. اعملوا لهم المخ. بصوا يا جماعه ريان بيسلم عليكم بيمسي عليكم من قلب العاصمه. هاتي لي انت هتحطي ملح هنا؟ طيب من قلب العاصمه. اخويا اللي ليا وحته عسليه اهو بدلعك اهو. هاتي لي يا جنى اللهم صل على النبي. يا عم مش عايزه عك وش. انا كنت هحط ناحيه ثانيه برضه. هحط هنا بقى ايه يا جماعه؟ بصوا اقول لكم هعمل ايه. هتعمل بطاطس. بطاطس؟ ما انت بتعملي ايه؟ فراخ مقليه؟ انت عملت لي بطاطس واحده ولا اتنين يا جنى؟ الاثنين؟ ماشي. هسيب بقى اقول لكم بقى هعمل ايه. بصوا يا ماما انت بتديها مقفاك ليه يا ماما؟ يا ابني اصبر يا ابني انت طالقه حامله كده. فين ام المعالق يا جنى؟ وتجيبي لي معلقه. معلقه في الدرج. برضه يا ماما اديهم وشك كده، خلي وشك منور الشاشه. نوري كده. اقول لكم بقى هعمل ايه. خلاص يا عبط يلا. بصوا بقى انا عارفه ان انتوا هتطشطشوني وتغرقوني وتبهدلوني. شوفوا بقى هنعمل ايه عشان ايه. غطا الحله فين؟ جاني تعالى يا ريان. هات لي غطا حله من تحت لو عشان اقول لكم هنعمل ايه. يا دماغي. انا بقى مش عايزه اغطى حله عشان اقفل على طول. محدش سامعني عشان اغطى الحله ده بسرعه. بصوا مش عايزه البوتاجاز بعد كده يزيت مني خالص. عايزه على قد انا جايبه كده طاسات جديده في الشقه هناك. هبقى اجيبها طاسات بالغطا. طاسات بالغطا. طاسات بالغطا. مين اللي خلص يلا العصير؟ خد بس تعالى اما اقول لك. بحس ان انتوا واقفين تتفرجوا عليا.
انت واقف بتتفرج على امك؟ انا اقف اتفرج عليها مستنيه البطاطا. انت يا ماما مش عايزه تبص للناس ليه؟ مش عارفه كانك زعلانه منهم. انا خلي بالك ابنك ده انا هظبطه بس اصبر. هتحكي لهم ماما تجربتك في الحياه تفضلي ساكته؟ ما عنديش تجربه. ما انا عندي كام؟ تجربه فاشله. بصوا بقى هسيب البرنامج ده يتعمل وده يتعمل بعد كده الدقه. اه بقى هناخد راسهم. ابوس ايدي. نعم. سامح عشان في عين كيس نسكافيه. لا مش هقطع بتنجان تاني. لا لا. هقشر بقى الثوم. جانا تعالى اقف كده يا جانا ده. مش عايزه طبعا. بصوا يا جماعه هقشر الثوم واعمل الدقه بتاعت السمك اللي هي عباره عن ثوم وبصل كمون و مع الف سلامه. انت ليه خلاص كده؟ ماما رد عليا. خلاص كده؟ يعني افصل طيب ولا اعمل ايه؟ يا ماما انت دلوقتي البتاع بتاعت الدقه بتعمل ازاي؟ انت قلت لهم بصل وتوم وسكت. هاتي لي الكبه الصغيره بتاعت مش عارفه ادريك تاكلني. الكبه الصغيره. خلي بالك البتاع بتاعتي دي شفت الكاوتشات؟ عايز واحده جديده. هاتيها. وهاتي لي الكمون والملح. عشان من ساعه عماله اقول لهم هاتوا غطا الحله هاتوا غطا الحله. انا مش عايزه المطبخ يزيد. ما هو انت في الاخر غبتيه وحطيته جبتوا ايه؟ غطا بس الحله بقى يطشطش هنا يطشطش. ما عادي يا ست، ما هو ده هي دي البوتاجاز. عشان بعد كده لما اجي اقلي هاتي. هاتي شويه هاتي كمون. هاتي ملح شويه ملح. مثلا حطيت في الثلاجه بتاعتي الودان في بقى. ده انا مثلا في الاوضه اقول انت خير. كلهم الصغيره ده. حطيت كمون وحطيت ملح. ماشي. هاتي لي يا جنى قرنين شط احمر كده يا جنى من قرنين شط احمر من الثلاجه. حطيت قرنين شط اخضر. هضرب بقى الخلطه ديت. قول لهم الخلطه عباره عن ايه عشان هم لسه ما سمعوكيش. يا ما رد عليا. نعم. قول لهم الخلطه عباره عن ايه. اقول لك. بس كده. كده هو حطيت بس كده. صدق بالله. هضرب بقى الكمون بالملح ده. حط شويه خط حمرا كده يا جنى. والله العظيم. هات لي ليمونتين يا مامي الثلاجه يا رشيد هنا الشطه دي. يلا هضرب بقى البتاع دي وارجع لكم. لا افتح لي يا مثلا الموتور. الوضع مفتوح. امال ما كانش جايب عندي ليه؟ مش عارف يا مجرد. هو المخ ده عامل زي اللحمه. والله انا عارف لو ما بعتش حاليا ما هعمل فيك ايه؟ اخلص ولا عليه. حد ايه؟ بيقول لي هو المخ ده عامل زي اللحمه. بس انا ما بيحبش المخ. بيحب اللي زوجة. ليه؟ مين؟ على احمد بيقول بيحب اللي وينكشه وبعد كده يقوم بعد الفيديو يقول له هو اللي هو ما السبب. بيسكتش. ولا ده بيريح نفسه ولا ده بيريح نفسه على فكره.
ريان؟ قاعد اعمل لها ضمن المركب. والله ما عملت له حاجه. يا مازن هو البتاع دوت فيه ميه ولا مفتوح؟ انا شيف وجان بعمل محشي بالكوارع ومحشي بالفخم ومحشي عملتي الدقه؟ بس ما حطيتش ولا حاجه. هطلع لك البتنجان؟ قصر يعني انت يا ماما قصر يعني. ده الكلام ده اللي بيضايقني. بصوا بقى انا عملت الدنيا حواليا كده. دوت الايه المخ ده هعمله حالا ماشي. والحله دي بالمره اغسلها. هو انت مش قادره ماما حطي خل. وريني قد ايه. حطي كده مثلا، حطي كده حبه صغيره بس خلاص. يلا حطها لي بقى ايه وانا هغسل بقى البتنجان. بصوا بقى هغسل المواعين شويه المواعين دول وارجع لكم. اسكت يا ولد. ايه يا ماما؟ هو انت لسه انت قاعد الناس ده لسه باكل منه والله. كولو. بصوا بقى كده يا حبايب قلبي، عايزه اقول لكم بصوا، انا عايزه اقول لكم بس شكل البتنجان الاول. البتنجان اهو، البتنجان احنا بنفتح البتنجانيه زي ما انتم شايفينها بتبقى مقفوله كده، بنشقها شقه وبعد كده بنقليه وبعد كده بنقوم احنا فاتحينه كده وحاطين فيه الدقه زي ما انتم شايفين ماشي. ارجع بقى يا جوجي. طبعا الدقه دي معموله بايه؟ بليمون وخل وملح وثوم وكمون وشطه اهو. عايزه اقول لكم ان انا اصلا عيالي مالهمش في الاكل ده، بس هياكلوه يعني هياكلوه يعني ايه؟ هياكلوه. اكله فايض من امبارح هنرميه يعني ما كانش يبقى فيه لحمه وفراخ يبقى خلاص. والعيش الميلاد جنجبيل ازاي؟ هعمل بقى ايه؟ فاضل اخر حاجه هعملها المخ اهو. بس طول ما احنا واقفين نغسل في ايه؟ نغسل في مواعين وترجع تاني تتوسخ. اجيب بس كام بضايه من الثلاجه. سميجه. بصوا بقى هعمل المخ. هحط اول حته زبده. الزبده دي طلعتها امبارح ولسه ما سيحتهاش. اخلص بس اللي ورايا وبعد كده اسيحها. صلاه على النبي. واحنا بصوا انا ما بعملش المخ كتير يا جماعه، غسلته ما بعملوش كتير، فانا هحطه يتحمر وبعد كده هنزل عليه ايه. انا ما اعرفش يا طريقتي صح ولا غلط. انا ما اعرفش طريقه المخ بتاعتي دي صح ولا غلط، بس كانت امي بتعملها كده يعني مخ بالبيض. في ناس تقريبا بتعملها تقريبا بيتقطع. وانا بقى بص انا عايزاه بس يستوي عشان هو كده كده بيتهري لوحده. امي كانت بتعملها كده، انا ما اعرفش طريقه ثانيه. بعد كده هقطعه. في ناس تقريبا بتعملوا بانيه. اكلت قبل كده في القاهره معمول بانيه هو والمخ ومخ وايه بتي يا جانا؟ مخ وكبده. ايه يلا ايه عشان ناكل المخ. هحمره بقى، هحمره بعد كده اوريكم اعمل ايه. بصوا بقى يا جماعه عايزه اقول لكم، بصوا هو ده الاكل بتاعنا النهارده. مخ اهو وبطاطس صوابع وبتنجان بالدقه وشويه ملوخيه كده يستاهلوا بقكم وشويه رز بتاعه امبارح والعيش الملدم بقى. وبصوا اكله هنيه تكفي 100. يلا شوفوا الشكر على خير ومع الف سلامه. السلام عليكم.